في راجل صالح واقف على شط بحيرة، لمح عقرب في البحيرة دي عمال يعافر مع الغرق. بسرعة الراجل الصالح ده راح على البحيرة يمد ايده للعقرب عشان يطلعه، وكما هو متوقع اول لما مد ايده العقرب لدعه. في واحد بقى كان واقف بيشوف المشهد من بعيد. في المرة التانية الراجل الصالح ده مسك خشب وهو بيوجهها ناحية العقرب مرة تانية عشان يطلعه من البحيرة. الراجل اللي كان بيراقب المشهد فضل ينادي عليه ويقول له ما تساعدوش تاني، العقرب ده اذاك مرة، سيبه ياخد جزاؤه ويغرق في البحر. لكن الراجل الصالح سد ودنه وفعلا راح مطلع العقرب بالخشبة. فلما طلع العقرب الراجل كان متضايق منه قوي ومستغرب من اللي هو عمل، فقال له ايه اللي انت عملته ده؟ اذاك مرة يا عم، ليه ساعدته تاني؟ الراجل الصالح بقى رد عليه بجملة مش طبيعية، قال له طبيعة العقرب انه يقرص وانا طبيعتي ان اساعد، فليه ادي فرصة لطبيعته الوحشة تغير طبيعة الحلو. وفي الحقيقة دي مش حكاية عقرب ولا راجل صالح، دي حكاية كل يوم بنعيشها. بنسمع كتير جملة الانتقام، ده اذاني فانا عايز اذيه اضعاف اللي اذاني بيه. وفي حقيقة الامر الاذى البسيط اللي ممكن تكون اتاذيته من الشخص ده اقل بكتير من طبيعتك السوية والسليمة اللي ربنا خلقك بيها، اللي هتضطر تغيرها عشان ترد الاذى. عامل بالظبط اكنك بالع سم في بطنك عشان تبخه في وش اللي اذاك. ولو فكرت شوية هتعرف ان الاذى بتاعك اكبر بكتير. تحجيم العلاقات او قطعها مع الناس المؤذية بيكون كفاية جدا من انك تفكر ازاي تأذيهم، ودي مش مجرد حكاية. فولو لو عايز تشوفني تاني.